السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديو المراجعة النهائية رياضيات تالتة إعدادي الترم الأول. إن شاء الله النهاردة هنكمل حل امتحان محافظة الإسكندرية جبر تالتة إعدادي الترم الأول. لو أنت ما كنتش شفت الجزء الأول هتلاقيه يظهر في علامة الآي اللي على سطح الفيديو، أو هتلاقيه في صندوق الوصف بتاع الفيديو ده. كنا حلينا في الجزء الأول الأسئلة الأول والتاني والتالت، وإن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض باقي الامتحان السؤال الرابع والخامس. السؤال الرابع فيه مسألتين. المسألة رقم أ بتقول إذا كانت ص تتغير عكسيا مع س. نكتب له كده ص تتغير عكسيا، يعني نحط الس في المقام. على طول هنقول له حاصل ضربهم س في ص بتساوي ايه؟ م. هو مديني الصاد باتنين ومديني السين باربعة، يبقى هنشيل كده الصاد والسين ونحط القيم بتاعتهم، تبقى أربعة في اتنين بتساوي ميم، يعني الميم تساوي تمانية. أنا كده جبت الميم بتساوي تمانية. هقول له إذن السين صاد اللي هي دي يا شباب دي كده، هقول له السين صاد بتساوي تمانية، وأبدأ أحطها في أي برواز كده وأقول له هي العلاقة بين س وصاد. كده أنا جبت العلاقة بين س وصاد، ده كان المطلوب الأول. بعد كده بيقول لي أنا عايز الصاد لو السين بستاشر. هنقول له كده عند س تساوي ستاشر يبقى ستاشر في صاد بتساوي تمانية. طب أنا عايز صاد بس، هنقسم على الستاشر يبقى صاد تساوي تمانية على الستاشر تساوي نص، ويبقى أنا كده قدرت أجيب المطلوب الأول اللي هو العلاقة بين صاد وس، والمطلوب التاني اللي هو قيمة صاد لما السين بتساوي 16. نشوف المسألة رقم ب. المسألة رقم ب بيقول لي الجدول الآتي يبين توزيعا تكراريا لأعمار 20 شخصا، ومدين العمر وعدد الأشخاص، وعايز يجيب الانحراف المعياري للأعمار. هنكون جدول. الجدول بتاعنا احنا عارفين ان هو بالشكل ده 6 أعمدة. العمود الأول س بنحط فيه الخانة الأولى 15 20 22 23 25 30. بعد كده التكرارات 2 3 5 5 1 4 والمجموع 20. بعد كده هنبدأ نضربهم في بعض، كل واحد في اللي قصاده 15 في 2 ب30. لو أرقام بسيطة خلاص بنضرب من غير آلة، لو محتاجين آلة مفيش مشكلة. يبقى هنا 110 115 25 120. نبدأ نجمع الأعداد دي. بعد ما كتبناهم هنبدأ نضغط يساوي. طلع معايا 460. اكتب له هنا كده 460. عندي فيه قانونين لازم أكون كاتبهم وحافظهم: الوسط الحسابي، ده س شرطة بتساوي مج س في كاف على مج كاف يساوي. أنا طلعت دي 460 على 20 اللي هو مج كاف، طبعا هتطلع ب23. دي مهمة جدا الوسط الحسابي سواء طلبوا أو ما طلبوش، لأن كده كده بستخدمه في باقي الجدول. بعد كده الانحراف المعياري. الانحراف المعياري سيجما بتساوي الجذر التربيعي مج س ناقص س شرطة تربيع في كاف
على ايه؟ على مج كاف تساوي جذر. وابقى انا كده مجهز الايه؟ المسألة. هنكمل باقي الايه؟ الجدول. كل عدد من دول 15 هنطرح منه كام؟ 23. بصوا يا شباب، هعرفكم طريقة جميلة تعملوا بيها الجدول علشان الناس اللي بتتلخبط. هجيب الآلة هنا كده وهبدأ امشي واحدة واحدة. اول رقم هنا كام؟ 15. ادي 15. هاجي منقص 23 يساوي، طلع سالب 8. سالب 8 دي هكتبها واجي مكمل، يعني هكتب هنا كده سالب 8، اكمل منزلش تحت، نربعها تبقى 64 ونضربها في الكاف اللي قصادها يبقى 128، ونكمل باقي الجدول بنفس الطريقة ونرجع لكم. بعد ما كملنا الجدول كله بنفس الطريقة، بدأنا نجمع العمود الأخير ده على الآلة الحاسبة ونكتب يساوي، فطالع 360. يبقى كده 360. هاجي راجع للقانون بتاعي. البسط ده اللي هو العمود الأخير، يبقى 360 اكتبها هنا. والمقام اللي هو مج كاف اللي هو المجموع ده 20. ونحسب الكلام ده على الآلة. واحنا بنكتب على الآلة يا شباب لازم الجذر على البسط والمقام، يبقى جذر، وهو الجذر شرطة كسر 360 وتحت 20، ونضغط يساوي ونضغط اس دي، طلع معايا 4.24%. 4.24%. ده كده الانحراف المعياري، وبكده يبقى انتهت المسألة. السؤال الخامس رقم أ بيقول لي مثل بيانيا منحنى الدالة د حيث د س بتساوي 4 ناقص س تربيع، متخذا س تنتمي للفترة المغلقة -3 و3، ومن الرسم استنتج رأس المنحنى والقيمة العظمى أو الصغرى ومعادلة محور التماثل. أول حاجة يا شباب بنكون جدول بالشكل ده، ونبدأ نكتب في الجدول بتاعي الايه؟ الأرقام من -3 ل3، يبقى -3 -2 -1 0 1 2 3. ونبدأ نعوض في الدالة بتاعتي. -3 لما نعوض هتبقى 4 ناقص 9 تبقى -5، والتانية لما نعوض هتبقى 4 ناقص -2 تربيع اللي هي ب4 تبقى 0، اللي بعدها هتبقى 4 ناقص 1 تبقى 3، اللي بعديها هتبقى 0 ناقص 4 ناقص 0 هتبقى ب4، اللي بعديها هتبقى 1 ناقص 4 ناقص 1 تبقى 3، اللي بعدها 0، اللي بعدها -5. طبعا احنا عملنا الجدول بحسابات كده مع بعضينا. اللي متعود يعمل الجدول بالآلة هيعمله بالآلة، اللي متعود يحسب بدماغه هيحسب بدماغه. المهم ان الجدول يطلع مظبوط. وبعد كده بنروح للورقة بتاع الشبكة التربيعية بتاعتي، وابدأ احط عليها الايه؟ المحاور والبيانات. هنا يمين 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4، فوق 1 2 3 4 5، تحت -1 -2 -3 -4 -5. أول نقطة عندي يا شباب اللي هي -3 و-5 هنا كده. تاني نقطة -2 و0 هنا، اللي بعديها -1 و3، اللي بعديها 0 و4، اللي بعديها 1 و3، 2 و0، 3 و-5.
طالما يا شباب واحنا بنمثل طالعين ونازلين او العكس نازلين وطالعين، يبقى كده الرسمة بتاعتي ان شاء الله ايه مظبوطة وما فيهاش مشكلة. هنقف عند رأس المنحنى ونبدأ نوصل. لو حبيت تقف عند النقطة عشان يبقى شكل الرسمة كويس. رسمنا الرسمة بتاعتنا، المنحنى وشه لتحت، ده طبيعي عشان السين تربيع قدامها سالب. بيقول لي عايز نقطة رأس المنحنى. هبدأ بقى أطلع الحاجات دي. هقول له النقطة اللي في النص هنا أو اللي هنا من على الرسم 0 و4. السين بتساوي 0 والصاد بتساوي إيه؟ بتساوي 4. دي كده اسمها رأس المنحنى. السين بتساوي 0 اسمها معادلة محور التماثل. الصاد بتساوي 4 دي اسمها قيمة عظمى للدالة أو القيمة العظمى لإيه؟ للدالة. يا أستاذ أنت بدلتهم، مفيش مشكلة، أنا كاتب كل حاجة قصادها الإيه؟ الاسم بتاعها، يبقى مفيش مشكلة. ولو حابين تكتبوا كده الصاد بتساوي 4 القيمة العظمى، وسين بتساوي 0 معادلة محور التماثل. فبرضه مفيش مشكلة، المهم الناتج بتاعي أو الخطوات بتاعتي خطوات مظبوطة. السؤال الخامس، المسألة رقم ب والأخيرة في الامتحان. بيقول لي إذا كانت دالة س بتساوي 5 س ناقص أ وراه س بتساوي س ناقص 2 أ، وكان دالة 1 زائد راه 3 بتساوي -7. دالة 1 هنحسبها من الدالة دي، يبقى 5 في 1 ناقص أ تطلع ب5 ناقص أ. وراه 3 بتساوي، هنحسبها من الدالة دي، 3 ناقص 2 أ. يبقى أنا حسبت الدالة دال 1 وحسبت راه 3. نعوض في العلاقة اللي هو مديهالي. بيقول لي دالة 1 زائد راه 3 بتساوي -7. أقول له يبقى 5 ناقص أ اللي هي دي، و3 ناقص 2 أ اللي هي دي بتساوي -7. أصبحت معادلة -أ و-2 أ يبقى -3 أ. عندي هنا 5 و3 يبقى 8 بتساوي -7. هنكمل هنا اهو يا شباب. يبقى -3 أ بتساوي -7 هيروح لها 8 بإشارة مخالفة يبقى -8، ويبقى -3 أ بتساوي -7 و8 يبقى -15. هنقسم على -3 هتبقى الألف بتساوي، يبقى هنقسم على -3 هنا وعلى -3 هنا، يبقى الألف بتساوي 5. ويبقى كده انتهت المسألة وانتهى معاها الفيديو بتاعنا. أتمنى إن الشرح ينال إعجابكم، وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتعملوا شير علشان الفيديو يوصل لأصدقائكم والكل يستفيد. وانتظرونا في فيديوهات جديدة ومفيدة على القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.